السلام عليكم أخواتي وحبيباتي المشتركات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم خياتي جيت نكمل معكم الجزء الثاني تاع تكون درت لكم جزء تاع الفصالة، واليوم جيت ندير لكم جزء تاع الخياطة مهم للمبتدئات، كيفاش تخيطي هذا الموديل يعني على شكل قفطان. هذا الموديل بزاف شباب ويحبوه بزاف النساء. وكيفاش درنا للأكمام هذوك، على بالي بلي كنت عطيت لكم يعني شوية أفكار في الفيديو اللي فات. المهم شوفوا كيفاش ما جاتش القطيفة مختلفة في الألوان. هنا قبل ما نبدا نصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واللي ما شافش طريقه الفصاله راح تمر فوق الشاشه، تروح تشوف قبل الفصاله وتجي تتبع معنا الخياطه. هنا كنت سرجيت انا القطع توعي كامل، يعني ماشي كامل، سرجيت الرقبه والكتفين اللي راح نخيطهم هما الاولين. اول حاجه نديروها هي ندير القيطان في الوسط، يعني هذا وين خيطنا، وين مفتوحه الخياطه. كيما شفتوا خياتي هي القطيفه لازم 3 مترات ونص، هنايا ب4 مترات درنا زوج قندورات ولا زوج جبات. على هذيك اللي قلت لكم تقتصدوا في القماش، ومن جهه ما يجوش هذوك الالوان اللي يجوا مختلفه، الظهر ماشي كيما الامام. هنا شوفوا تحبوا تخيطوا هكذايا وتفتحوا كي نديروا القالو العريض. وبما ان انا ما درتش القالو العريض، اللي حبت دير القالو العريض تبع نفس الطريقه دير هذا القيطان، تحبي لا رخيص تحبي الغالي، هذا في الحر وهذا يدير كان يدير 4000 الباكي ولا دوكا ما على باليش. يعني باكي ب 4000 للقنادر تاع المنزل. راح نعقبوه نبداو من الرقبه ونحبطوا حتى الاسفل، هذا في الظهر تاع القماش الا كنتي راح ديري القالو من الفوق العريض هذاك. اما بما انه انا كما قلت لكم ما راحش ندير القالو العريض، راح ندير على وجه القماش. شوفوا راح ندير القيطان على وجه القماش من بعد بواحد سنتيم. وندير القيطان هذايا كيما راكم تشوفوا. نبدل اللون تاع الخيط اللي يجي من الفوق باش تكون لا فينيسيون مليحه، لانه كنت دايره في اللون الاخضر. هاي ليك ربطته ونحيته وجبت الخيط الابيض ولا الخيط الباج. المهم يكون نفس اللون تاع القيطان. قلت لكم درت القيطان هذاك اللي ماشي غالي، هذا يدير 4000 الباكي، كان دوكا يكون زاد. شوفوا تحبوا تعقبوا القيطان فوق الماكينه ولا تحبوا خلوهم عادي، فقط ركزي في هذوك الخطوط اللي جايين في الماكينه. شفتوا هذيك القطعه تاع الحديد هذيك ما تفوتيش هذاك الواحد سنتيم. يعطولك هما القياسات كيفاش تحبي العرض تاع الكفه تاعك ولا الخياطه نتاعك. هاي ليك راني نخيط، وما تجبديش القطيفه كي تكوني تخيطي باسكو يجيو هذوك التكميشات، مهما كان ما راناش نفصلوا جهه العرض لكن تتكمش. لي فصل جهه العرض على بالكم باللي الماكينه ما تخيطهالوش، ما تخيطلوش الخياطه تجي متباعده. اما لازم لا حبيتي تخيطي هكذاك لازم ديري تلصقي لها لا فيزلين رقيق كيما الشريط هكذا باش تقدر تخيط لك. كاين اللي يخيط بالجرنان كاين، لانه الفصاله راهي عكس راهي جايه بالعرض، العرض يتجعد بزاف. هذه هي. اما هنايا رانا نفصلوا عادي الطريقه الصحيحه للقندوره، يعني كي تلبس تجي تنجعد جهه العرض تاع القندوره، جهه العرض تاعنا، يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بعد ما خيطت وبعد بواحد سنتيم ولصقت القطعه تاعي، دوك نوري لكم كيفاش راح نلاقوا القطعه. اللي حبت تخيط هكذايا لازم تبدل الدواسه، هذه درت هذيك اللي تجي سبيسيال تاع السحاب. ما نكذبش عليكم انا راح نحوس عليها ما لقيتهاش. هاكو تعرفوا مع كي يجوا الاطفال الصغار، هنا درت في بالي راني نفيلمي لكن لقيت روحي ما رانيش نفيلمي، لكن راح نعاود لكم الشرح. شوفوا كيفاش لقيت القطعه تاعي. حطيت وحده هكذايا جهه على الوجه تاعها، والجهه طويت، يعني طويت خليت يبان غير القيطان كيما راكم تشوفوا، وراني نخيط باش يجيني القيطان متلاقي ما يجيش متباعد. شوفوا اني نرفد هكذايا القطعه تاعي، راهي قلبت هذيك الواحد سنتيم للداخل تاع القماش. شوفوا باش يبان لنا بالطريقه هذه. هذه هي الطريقة السهلة اللي نخيطوا فيها هذا الموديلات اللي خادمين كيما القفاطل اللي يجوا فيهم القيطان. يعني بلا ما تروحي تركبي زويتنات هنا تقدري ديري هكذايا وتكون القالو في الأطراف، تركبي فقط زويتنات تزيني بهم فقط من الفوق. أسهل طريقة نخيطوا بها الموديلات هذو تاع القفاطن. نفس الطريقة نعتمدوا عليها في الجوانب. ثاني هكا كي تروحي تلاقي الجوانب تاعك تاع القندورات ديري نفس الطريقة. من جهة اللي ما عندهاش ماكينة السورجي أيضا تقدر تعتمد على هذه الطريقة، لأنه
لانه راح تجي متينه الخياطه، ماشي كيما تخيط على اثنان هكذاك. هذه هي. هنا بعد ما وصلت للشلقه تاعي خليت فيها حوالي 20 سنتيم للاسفل. هنا ثاني كاين خطوه مهمه اللي حبت دير الشلقه في الجوانب. تغلق هذه كامل، وكي دير القيطان من الجهه الاخرى تكفل في طريقه تركب القيطان. نزيد نوري لكم. درت الشلقه في الجوانب، اللي تحب شلقه منه من يعني على اليمين وعلى اليسار، ما تحبهاش في الوسط. هذه هي. راني خليت لكم غير بالعقل باش تشوفوا كيفاش لصقت الوسط تاعي. كما قلت لكم راهي نفس الطريقه اللي لصقوا فيها الجوانب. هذه هي. خليت حوالي 20 سنتيم. كما قلت لكم كي تكونوا تخيطوا ما تجبدوش القطيفه، وتجبدوا القيطان غير بشويه باش ما يجيكمش هذاك التكميشات. اما شوفوا هنا راني ندير كفه للشلقه، ندخل للداخل ونخيط. اما اللي حبتها يعني ما تكسرش راسها، لصقي قطع تاع لافيزلين على شكل اشرطه وخيطي. ما راح يتجعد معاك القماش، ما راح تتجعد معاك القيطان هذه ولا السفيفه ولا كل واحد كيفاش يقول له. هذو الخيوط هذوما الذهبيه. هنا خياتي لكم طريقة تاع خياطة قفطان روعة روعة روعة، يوال من العرايس يعني اللي يجوهم في العيد واللي يجيبوا لهم التوصال، حنا نقولوا التوصال. هادوك درت لكم موديل تاع قفطان هبال يهبل. راح نخلي لكم الرابط تاعو هنا. هاي ليك بعد ما خيط دوكا. انا هنا بعد ما نلاقي ما قبل ما نلاقي الجبه تاعي نكون درت لها هكا بخار شويه الحديد باش يزيد يتكسل معايا هذاك القالو. هنا نلصق القيطان من الظهر تاع الرقبة، لانه راح ندير للامام حنغطيها بالقالو. اما لا كنتي حابه تقدري ديري القطان الوجه تاع القماش وتقلبي للداخل وتديري كفه. هنا فقط كي تكوني تخيطي في القيطان لازم غير بالعقل. لا كنتي مبتدئه في الرقبه عفوا لازم بالعقل باش ما تجيكش جهه اكبر من جهه. الا كنتي مبتدئه درت لكم شحال من فيديو طريقه لصقي لافيزلين. انا كنت مزروبه ما لصقتش لافيزلين، لكن درت لكم شحال من فيديو باش تلصقوا لافيزلين قبل ما تفصلوا الرقبه. غير بالعقل شوفوا ما تجبدوش القماش تاعكم هكذا بالزور كي تكونوا يعقب فوق القيطان باش ما يتجعدش. نخيطوا هكذا كما درنا في الاول 1 سنتيمتر. هذا ما كان. وهنا بعد ما نكملوا نتاكدوا باللي راهي هنا نحو هذيك السياده اللي جايه في الوسط باش ما تجيناش هكذاك خشينه. نتاكدوا باللي الرقبه تاعنا راهي كيف كيف، ولا شتيها ماشي كيف كيف تقدري تعاودي تفركتي وتعاودي الخدمه تاعك. هذه هي. نقطعوا كامل هكا باش تجينا الدوره سلسه، ونقلبوا للوجه تاع القماش باش نديروا الكفه تاعنا. كما قلت لكم على ديك اللي قسمت الفيديو لانه الفيديو طويل ومهم جدا للمبتدئات عموما. هنا قلبت للوجه تاع القماش وراني نعاود نخيط من الفوق هكذايا. كما تقدري ديري التبطين العادي. هذه قطعه تاع البي من نفس القماش. هذه هي. هنا بعد ما نكمل دوكا نحط القطعه تاعي. هذا الصدر نحطه من الفوق، الوسط مع الوسط باش ما تهرب لناش وتجيها تجيب جنب. نحكموا بالدبابيس للمبتدئات وتبداي تخيطي. تحبي تبداي من الوسط، حطي الوسط تاعك هكذايا وتبداي تحطي الابره هكذا تدخليها في الوسط بالشكل هذا وتخيطي. تسيي كيفاش ما يبانلكش القماش. لازم يكون القيطان مع يعني هذا الصدر مع القيطان سوا سوا بهذا الشكل باش تجي الخدمه متقونه. نزيد الجهه الاخرى. الاحسن تحكمي بالدبابيس باش ما تهرب لكش القطعه هذيك تاع الصدر هكذا. ونخيط طريقه سهله كما قلت لكم. تبعي الخطوه بخطوه. ما حبيتش نزرف لكم بزاف الفيديو باش تفهموا اكثر. يعني تبعي الخطوات راح تخيطيها في ساعه راح تسلكي. هنا شوفوا هكذايا. ولا شفتوا يبان لكم نزيدوا له يعني طريق تاع القيطان. نحددوا المنتصف هكذا، نخيط في الوسط مع القيطان سوا سوا.
هذه هي. هاد الموديلات تاع العيد اللي خيتهم لكم، درت لكم دوكا 2 قنادر بزاف شابين، وراني دايرت لكم بزاف تاع الملابس تاع الاطفال الصغار، راح نخليهم لكم كامل في صندوق الوصف باش تشوفوهم، اللي ما شافوهمش يشوفوهم. هنا نلصق القيطان من الفوق، نزيد نعاود له كما قلت لكم باش يغلق لي الفراغات هذوك تاع باش تبان لي الرقبه شابه ومفينيه. ساير داير على الرقبه هكذايا. نعاود الدور، اللي حبت الدور، اللي حبت ما تعمرش الفراغ هذاك ما تعمرش، يعني انا كي كنت نخيط وليت قلت نعاود ندير من الفوق، يعني كل وحده على حسب الصدر كيفاش مخدوم. المهم هنا بعد ما نعاود نولي شوفوا، كنت حبيت نوريكم ايضا طريقه اخرى. كنت بديت عادي لكن وليت قلت نوريهم الطريقه الثانيه اللي هي نعاود نعقب هاي ليك عاود فتحت، نعاود نعقب فوق الصدر هذايا على الجوانب القيطان في الكتفين. هاي ليك نعاود ندير من الجهه الاخرى. نورمالمون كي بداي من الكتفين، وراح ندير نفس الطريقه كيفاش نلاقي القندوره، ما راحش كيما درت في الوسط. هاي ليك كيفاش نديرو. نعاود نثبت الخياطه هنا، نحط القندوره تاعي مليح، نجيب الظهر تاعها، نحط الكتف مع الكتف ونطوي للداخل هذاك الجهه اللي فيها القالو هكذايا. تحبي ديري 2 يعني 2 طرقان تاع القالو ديري ايضا. هذه هي الطريقه كيفاش نلاقي القندوره. نزيد الجهه الاخرى، وهنا لازم تخلي 1 سنتيم جهة الرقبة، معليش الزيادة تجي جهة الكتفين، لأنه 1 سنتيم هذيك اللي نخلو جهة الرقبة تاع الظهر راح نديرو فيها التبطين. وإلا خليتي أكثر يعني بديتي تخيطي من الكتفين وتروحي للوسط راح تجيك الرقبة يعني بزاف كبيرة، لأنه كما شفتوا دخلنا ب8 سنتيم. لكن إذا درتي الزيادة في الوسط يعني جهة الرقبة راح تجيك كبيرة الرقبة تنفتح معاك. لازم تكون، شوفوا هنايا هاي جاتني الزيادة في الجوانب لأنه فصلت القطعة تاعي على 4، يعني فصلت 2 قندورات على ضربة. هنا نبدا نحط في التعديلات بعد ما نكمل نلاقيها. شوفوا خليت 1 سنتيم للداخل، لماذا؟ باش ندير له التبطين. تحبي ديري بقطعة تاع البي، تحبي تلصقي القيطان كيما لصقت انا، الا لصقتي هكاك ايضا تقدري تبداي منها من الجوانب من الكتفين والدوري كيما تقدري ديري تلصقي التبطين، عفوا تلصقي القيطان في الظهر ما قبل ما تلاقي الكتفين كيما وريت لكم في الصدر في الرقبه من الامام. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هنايا حبيت نوري الاخوات اللي ما عندهاش ماكينه السرجي، تقدري ديري غير قطعه تاع البي. انا هنا نحيت غير هذوك الحواشي اللي جايين في القماش في الطرف، لانه ما فضلوليش القماش. كنت خيت القندوره الاولى ولا حتى هذوك لي شوت اللي بقاولي ما بقاوليش يعني بزاف، نحيت فقط من هذاك لي شوت. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ما كانوش عندي قطعه عريضه، لازم تكون تاع 3 سنتيم فقط باش نوري للمبتدئات اللي ما عندهاش ماكينه السرجي و تخيط ولا حبت تدير تبطيل للرقبة من الخلف. هذه هي. من بعد يعني تقدري حتى بقطعة بي، المهم تكون نفس لون القماش. هذه هي. وراح نلصق القيطان بالطريقة هذه من الكتفين، ونعاود ندور على الرقبه كيما تقدري ما ديريلاش القيطان من الخلف. مليح هنا القيطان باش ما تتجعدلكش الرقبه، كيما يكون هكا قماش تاع قطيفه ويتجعد بالعرض تاعو، كي نديروا القيطان ما راحش تكبر هكا الرقبه ولا تنجبد معاك ولا. هذه هي. راني نخيط غير بالعقل. شوفوا الخياطه غير بالعقل، ما تزربوا ما والو. سورتو كي تخيطوا اول مره ما تقولوش جاتني صعيبه وما قدرتش، لا لا، خيطي وفركتي الخياطه وتعاودي حتى تتعلمي. ما كاش حاجه صعيبه. هذه هي كامل عقبنا على هذه الطريقه كما يقولوا، ما كاش لي زخلك اللي يقول لك زدت معلم. ومن الاخطاء اللي نتعلموا، من الاخطاء تاعنا اللي دائما نتعلموا نخطئوا. للان مازالني نخطا، سورتو كي نكون هكا نقصر ولا نلتا ولا نكون موديل خيطته اول مره. هي كي تفوتي تعلمي الخياطه، الموديل اللي تشوفيه تخيطيه، تشوفي الصوره فقط تخيطيه. انتي هكذا. شوفوا دوك نقلب، هي راهي رقيق بزاف هذه القطعه، راني نوري لكم فقط. سمحوا لي رانا هنا ما راحش نكفوا، لانه قلت لكم نحيتو من الاطراف من الحاشيه هذيك تاع القماش. هاوليك عاود قطعت كامل ونقلب ندير شغل كفه. درتها معكم شحال من خطره. شوفوا شحال جاتني صعيبه باش نطويها. دوك نحي هذيك الزياده، ما حبيتش نحي لكم المقطع. قلت لكم اللي ما عندهاش ماكينه السرجي، لا دا ماكينه السرجي
تلصق القيطان وتقلب للداخل وهي تهنات كما يقولوا. المهم نسيت واش كنت نهضر. كما قلت لكم المبتدئات دائما لدوك مازلنا نخطئوا ونصحوا اخطائنا، وكي يكون موديل اول مره تشوفيه في الصوره ولا قدامك، يعني تشدي هكا تفتحيه مليح وتحوسيه مليح كما يقولوا الناس بكري، تفليه مليح، تحوسيه مليح. من بعد نتيا كي تشوفيه وتكوني حتى تلفت لي الهضره، تكوني تشوفي فيه وتشوفي الموديل راح تخيطيه، لكن في اول مره راح تخيطيه راح تصعب لك شويه، من بعد تسرحي، من بعد تولي تفهمي وتتسرحي. هنا شوفوا قلت لكم كيف فصلت زوج قطع راح يجوا الزيادات، وبما ان القماش يتجعد ايضا يجيك الزيادات، ما كاش منها اللي ما تجيش، يعني تجي سوا. المقص تهرب لك، القطعه تهرب لك، راح تعاود حطيتها على الطاوله وعاود فصلت كامل بعد ما سويتها مليح وحكمتها بالدبابيس. الدبابيس مهمين سورتو في الخياطه تاع قماشه كيكون يزلق ولا ما يحكمش روحو كيما حاجه حرير ولا. هنا كي تكوني تخيطي بالماشينه وتزلق لك، هنا شوفوا اللي دير القيطان اللي حبت الشلقه في الاطراف تبدا من الاسفل من تحت الكفه من تحت، وتدور بالقيطان تاعها بواحد سنتيم ساير داير حتى للجهه الاخرى. اللي ما ديرلوش الشلقه وما حبتش يجي زوج خيوط في الجوانب، شوفوا راح ندير له غير من ما فهمتش على راح تصوتي ديريكت للاكمام بصح معليش. هنايا نروح للاكمام نركب لهم لاستيك ونعاود نفهمكم. هنا لاستيك ما تجبدوش مليح، مثلا عندي الاكمام 60 سنتيم، نتوما ديروا في هذه القطعه 50 سنتيم حتى 40 سنتيم، يعني اللي نهار كامل هي كتخدم الشغل تجينيها الايدي ما حابطين. مليحه هذه الطريقه تاع لاستيك في الكتف في المنتصف تاع الاكمام. هذو الاكمام اللي جونا في طريقه الداخل في الخارج جاو مفتوحين، اما المغلوقين خيطهم عادي. كنت راح ندير لهم ما نغلقهمش، نخيط قطعه تاع البي من نفس القطيفه وندير خطوط، تحبي ديريهم خطوط بالطوليين، تحبي ديريهم متعاكسين كحرف اكس. وليت شت هذه الطريقه، قلت ندير تاع لاستيك، والمره الجايه لا حبيتو ندير لكم هذيك الطريقه تاع اللي نديروها بقطع تاع البي من نفس القماش يجوا مفتوحين في الوسط. هنا هاوليك لاستيك نجبدوه مليح باش يتسرح معنا. هنا راح نزينو انايا بالعقاش كما شفتوا الموديل في اول الشاشه. هنا تحبوا هذا اللي يجي هكذايا ولا هذاك اللي يلصقوه بالماكينه سبيسيال، هذيك العقاش هذاك اللي يجي يلصق بالقطع هذو تاع الحديد هذوما. المهم لكم الاختيار كيفاش حبيتوا تزينوهم، كما كنتوا تقدروا ديروا بهذاك القيطان في الوسط ولا تخلوهم هكذاك عادي. هنا كنت نخمم كيفاش نديرهم، راح عاودت وليت للقطعه تاعي اللي بديت نلصق لها من الاسفل وندور مع حردة الكم، يعني مع الأكمام، الدورة هذيك تاع الأكمام. هنا كما قلت لكم في الفيديو في الأول، تحبوا تخيطوا هكذا وتدوروا على الأكمام حردة الإبط هذه بالشكل هذا. هنا مازال ما لصقت الصدر، حنلصقو بالمسدس لاصق بعد ما نكون نفتح القطعه تاعي مليح. هنا تحبوا تعاودوا تدوروا تدخلوا الابره تاعكم تعاودوا تدوروا. هنا اللي حابه دير الشلقه في الجوانب، يعني تحب دير الشلقه في الجوانب، اللي ما تحبش دير لها شلقه تخرج بخط مستقيم هكذايا بحردة الكم الابط هذه هي. هنا نروحوا للجهه هاي ليك، هنا راني نفهمكم بلي اللي حبت تغلق هذه ودير الشلقه في الجوانب تعقب القيطان باش كي دير الشلقه تاعها يجي القيطان من الجهتين. نروح للجهه الاخرى ايضا نكمل نلصق لكم ومن بعد نروح للجهه الاخرى. هنا ما قبل ما نلاقي القندوره تاعي في الجوانب، يعني نلصق لكم دوك نوريكم نفس الطريقه اللي نلصقوا بها الاكمام. نحددوا المنتصف تاع الكم ونحطوه مع منتصف الكتف ونقلب القيطان تاعي للداخل هكذايا يبان لي غير القيطان. هذه هي الطريقه اللي درتها لكم هذه المره في الخياطه. كما تقدروا تخيطوا القندوره تاعكم عادي، لكن حبيت نعطي لكم فكره تجي مليحه وتجي القطيفه تاعك ما تتجعدلكش يعني بزاف وتساعدك يعني في الخدمه. هنايا قبل ما نلاقي القندوره تاعي وندير لها كفه للاكمام والكفه من الاسفل نروح نلصق العقاش.
في الذراعين باش يساعدني لانه لصقوا بالماكينه. والصدر نثبته مليح، نفتح القطعه تاعي مليح. انايا هنايا نستعمل الحديد فقط، ما يكونش درجه الحراره عاليه، غير البخار باش يزيد يتسقم لي يعني شويه هذاك القيطان في الوسط، لانه يتكمش هكا تكميشه خفاف. نعاود نخيط الاكمام تاعي هكذايا من الجهه الاخرى. بديت من الوسط ودرت كما قلت لكم، بعد ما نزينها نلاقي لها الجوانب ونوري لكم الشكل النهائي تاع القندوره اللي شفتوها في اول الفيديو، ولكن هنا كملناها بالصحه ونهنا. هذه هي. اسمحوا لي على الصوت تاعي لانه راني مريضه شويه، لا ولا راني كتعرفوا مع رمضان وشربت ما بارد مرضت، يعني الصوت تاعي تغير. هنا بقى لي غير لصق العقاش. وهنا هذا هو الشكل النهائي تاع القندوره، خرجت بزاف شابه سورتو في اللباس تاعها، ماشي كيما في المانكا. هنايا تحبي تلبسيها بدون حزام وتحبي ترجعيها كيما القفطان بالحزام، على جال جايه عريضه من الاسفل، جايه عريضه ايفازي ماشي رايحه قباله. موديل شباب بزاف كما قلت لكم في اللباس تاعو اللي يبان. هنا بالاكمام هذوما شوفوا ما كاش اختلاف في الالوان تاع القطيفه، لانه شفتوا الطريقه تاع الفصاله كيفاش فصلناها. هذه هي. هنا نوريها لكم بالحزام، لقيت يعني حزام هكا في المنزل خرج معها السوس وراح نلبسو بها. اما المقاس تاع هذه القندوره يلبس من الاس حتى الاكس ال، يعني بالحزام تلبسيها تجي الله الله. وطريقه الفصاله اللي وريتها لكم راح تفصل لكم حتى كما قلت لكم الجوب الاكس ال. المهم خياتي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تبخلوش علينا باللايكات تاعكم وتعليقاتكم الجميله، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.